اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه له الخلق سل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولقى سورة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البنية صلى الله عليه ومن نشر تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكر تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والموافق في قلبي وخلقي بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه فكملت في وصف الحبيب وشأني ولو العلا في مجري ومكاني أوصاف عز قد تعالى مجدها خذت على نجم السهاب عيناني صلى الله عليه وسلم القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن القدم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام رب فاجعل مجتمعنا غاية
حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى علامة وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام يقينا عندما كشف اللثام. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة وحدي الرب لما أنحداني إلى سفح نقام بين رامى إلى سفح
الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain. Jauharul mar'i fi thalath. Jauharul mar'i fi thalath. Kitmanul faqr hatta yadhunna an-nasu min 'iffatika annaka ghani. Wa kitmanul ghadabi hatta yadhunna an-nasu annaka radi. Wa kitmanu shiddata hatta yadhunna an-nasu annaka mutana'im ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Nasihat dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau berkata, jauharul mar'i fi thalathin, kehebatan seseorang itu terdapat pada 3 perkara. Hebat tak orang nikah badan yang telok perkara. Pertama, kitmanul faqr, menyembunyikan, dia mampu menyembunyikan kemiskinannya, kefakirannya, hatta yadhunnan nasu, sehingga manusia mengira, min iffatika, dari kamu yang telah menjaga diri dari meminta-minta, annaka ghani, engkau adalah orang yang kaya. Tidak semua orang dia ceritakan kefakirannya. Dia cerita hanya kepada orang-orang tertentu. Boleh bercerita. Engkau sakit, engkau korang ruang, engkau korang daya, engkau tak apa-apa, cerita. Tapi tak sekapin orang bisa mana cerita. Sampai kan pun ketemu orang. Ketemu orang nggak sambut, ketemu orang nggak sambut. Padahal saya sambut ya sambut kia, fakir kia. Maka tak ada guna sampean menunjukkan kefakiran kepada orang fakir, percuma. Maka kehebatan manusia, maka ketika kita mampu menyembunyikan kefakiran kita, padahal kita dalam keadaan fakir, dalam keadaan yang butuh, tapi tak katonaki, tidak kita perlihatkan kepada manusia. Ini adalah sifat orang-orang sehebat adalah kehebatan daripada manusia. Yang kedua, wa kitmanul ghadab hatta yadhunnan nasu annaka radhi. Engkau mampu menyembunyikan rasa emosimu, ngamuk ke sampean, pegel sampean, simpen. Hatta yadhunnan nasu annaka radin, sehingga orang mengira kamu adalah orang yang menerima. Mata ngamukan, tak lem ngamukan. Tahanungku ghadabah. Ketemu orang mencerong, ketemu orang mancelak, ya malas orang ketemu botok gitu. Kitmanul ghadab, bener tak boleh ghadab, silakan ghadab. Tapi ghadab pada tempat idza dhayya haqqullah ghadiba wa lam yakum ahadun min ghadabih. Nabi SAW jika disia-siakan itu hak Allah, syariat Allah diinjak-injak, agama dipermainkan, maka kan Nabi SAW beliau murka, ghadab, ngamuk kanjeng Nabi. Lam yakum ahadun min ghadabi, dan tidak satu pun manusia yang mampu berdiri di hadapan Nabi jika Nabi marah, sombong. Tapi bukan untuk pribadi, untuk agama. Yang terakhir, kitmanu syiddah hatta yadhunnan nasu annaka mutana'im. Kamu menyembunyikan kesusahan kamu sehingga manusia menyangka bahwa kamu dalam keadaan kenikmatan.
Padahal dalam keadaan serba kekurangan. Tapi tek katon aki, katon tak butuh ke orang, katon cokop ke orang. Ku ala ku apa aja. Sedina ala ko tu banting tulang siang malam ngetelak sumpah ketua aja. Buri najom mengkeruto. Sesitu senyum, udah apa senyum. Sehingga orang nyangka muta naim, orang jenik nikmat terus, mungkin tak pernah sakit, tak ngam padahal dalam aben berkecamuk dalam atir tagihan ruah, listrik, token namanya melolo, pulsa lah tak ada, sangorua, sangoria, aduh macam-macam. Tapi tak kata nak ada orang, ini keren hebat nih. Menyembunyikan kefikirannya sehingga orang mengira kamu orang kaya, menyembunyikan emosinya atau marahnya sehingga kamu disangka adalah orang yang menerima radin dan menyimpan kesusahan kita, butuh kita, sehingga orang mengira kita adalah orang yang mutanaim, orang yang dalam keadaan bergelimang kenikmatan. Silahkan cerita, curhat. Mungkin ada orang tua, mungkin ada kanca orang yang sebisa yang kep curhat, yang kep kenapa bisa memberikan solusi. Tak sekapin orang pun ketemu, aduh remuk, aduh supaya, aduh akhirnya seakan-akan Allah Ta'ala tabrik nikmat sekali ke sambian. Gerendul tok, matul tok, orang pun dia malas ngedengaki sambian. Tapi datang seakan-akan tak butuh apa-apa. Pun butuh cukup bagi ke lain. Istimewa nih Imam Syafi'i ini gak ada bu. Berarti jauharul mar'i ini kah. Hebat orang bening telok dia. Ya, mampu menyimpan sebarang kalian. Ya mantermuka manfaat insyaallah. Ki kalau sekonek kan sekonek, cek kata naki butuh nak orang. Isa saya tak butuh ke orang pak. Saya tak butuh ke orang siapa? Cek yang mati butuh ke orang yang pekol, mati butuh ke orang yang pandii. Tapi cek kata naki butuh nggak nikah saya sampai menyembah, sampai napa nyamana nyembah do orang, mon parlo nyom sokon, mon parlo nikah laki solat demi orang menikah lah, nikah laki majelis demi orang nikah, demi jabatan demi pekerjaan. Karena main katuan buton, saung kon sampean ke orang si Aziz, orang si Mulje. Masih matuna sampean songkan ke sampean. Bumun kemis tek ganggu utang manto. Kemis suri masih ojen berangkat, songkan matuna sampean. Aziz sampean ke orang Mulje. Oh mun bajana manakipen malam 11 tek ganggu utang manto, tang lake. Tek ganggu saporan. Mun bajan kegiatan. Bine na takok sampean songkan. Kata naki butuh nato gijiring gianto tadi orang, lala serangap sokone letak jalan, Tadi saya tak butuh, cuma apa butuh dak ke Gusti Allah, apa butuh dak Kanjeng Nabi, pekaton butuh dak ke Gusti Allah, butuh dak ke Gusti Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمديات أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعل لنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.